السلام عليكم. ضروري ما تكون سمعتي هذه العباره شي نهار: فلوس ما بقاتش فيها البركه، او غير كتصرف 200 درهم كطير. ولكن واش عمرك سولتي راسك علاش؟ السبب اخي اختي العزيزه هو التضخم اللي ديجا دوينا عليه في الحلقه الثانيه، وفهمنا كيفاش كيأثر على القدره الشرائيه الى غير ذلك. فإلا مازال ما تفرجتي كنصحك ترجع تفرج باش تفهم اكثر. اما بالنسبه لموضوعنا اليوم فراه غنهضروا على الحل باش نقضيو او نقصوا من الاثار ديال التضخم. سيداتي سادتي، مرحبا بكم في الحلقه الخامسه من سلسله مفاهيم ماليه بعنوان الاستثمار. فاشنو هو الاستثمار؟ شنو هما انواع الاستثمار؟ شنو هما استراتيجيه الاستثمار؟ علاش خاصك دير خطه استثماريه؟ نسبة كبيرة ديال المغاربة اللي ميسرين ومخبين شوية الفلوس راه كيحطوها في شي قطعة أرضية، ومن بعد سنوات كيبيعوها بثمن أكثر من الثمن باش شراوها، وهذا هو اللي كنسميوه الاستثمار. يعني بكل بساطة هو تحط فلوسك في أصل من الأصول اللي مع الوقت كتزيد القيمة ديالو. كاينة أنواع كثيرة في الاستثمار، من أهم هاد الأنواع كنلقاو الاستثمار في العقار اللي فيه كتحط فلوسك في شي عقار ومن بعد مدة كتربح منه، سواء غتبيعو ولا تكريه إلى آخره. الاستثمار في الأسهم، كنقصد بالأسهم هنايا هي حصص من رأس مال ديال شي شركة، وملي كنستثمر في الأسهم يعني كنشريهم فراه كنولي مساهم في الشركة سواء في الخسارة سواء في الربح. كما أنني أيضا نقدر نبيع الأسهم اللي عندي ملي تطلع القيمه ديالهم في سوق الاسهم اللي هي البورصه. الاستثمار في السندات هي وثائق ماليه تصدرها الحكومات او الشركات كطريقه باش تجمع الفلوس، حيت انك ملي كتشري هذه السندات راه هذه الشركات كتوعدك باش تعطيك مبلغ معين زائد واحد الفائده معينه من بعد. الاستثمار في السلع بحال المعادن الثمينه كالذهب والفضه، والمنتجات الزراعيه كالقمح والمنتجات الطاقيه. الاستثمار في العمله المشفره او الكريبتو اللي هي عمله رقميه مختلفه على العملات التقليديه اللي كنعرفوا دابا بحال الدرهم والدولار، وما تابعه لحتى شي حكومه مركزيه. كتستخدم بزاف الاغراض بحال الدفع الالكتروني والتداول، وكذلك الاستثمار. من بين هذه العملات المشفره كنلقاو البيتكوين والايثيريوم. ودابا من بعد ما عرفتي انواع الاستثمار فراه الا عندك شي بركه الفلوس فضروري غتكون سولتي راسك شنو خصني ندير الا بغيت نبدا في هذا المجال. حتى انا بطبيعه الحال كاينين بزاف ديال الاستراتيجيات باش تقدر تبدا، ولكن باش تختار الاستراتيجيه اللي صحيحه فراه لابد انك تتبع هذه الخطوات اللي غنذكر. اولا تحديد اهداف الاستثمار ديالك، يعني واش اهدافك طويله المدى او قصيره المدى. بهضره اخرى واش بغيتي دير شي استثمار اللي غتحط فيه فلوسك وتنساه واحد المده، اولا شي استثمار اللي غتدخل منه في البلاصه. ثانيا تحديد المخاطر والعائدات، يعني بهذوك الفلوس اللي عندك انت شنو غتختار؟ واش الاستثمارات عاليه المخاطر اللي كتكون عندها ارباح طالعه، او الاستثمارات امنه نوعا ما اللي كتكون عندها ارباح منخفضه. ثالثا انشاء المحفظه الاستثماريه او ما يسمى بالبورتفوليو. اي مستثمر فراه ضروري ما تكون عنده محفظه استثماريه متنوعه كتجمع بين الاستثمارات العاليه المخاطر وكذلك منخفضه المخاطر. رابعا مراقبه الاستثمارات اللي كدير باش تعرف وتتاكد من القرارات اللي غتاخذ بناء على الظروف ديال السوق. نعطيكم سؤال كمثال بغيتكم تجاوبوني عليه في لي كومونتير. عندك واحد استوديو في كازا، شنو القرار اللي غتاخذ؟ واش غتبيعو دابا ولا تخليه يطلع الثمن ولا غتكري؟ علما ان ظروف السوق هي ان اول حاجه كازا هي عاصمه اقتصاديه، يعني كتستقطب يد عامله مهمه، وكذلك غيكونوا فيها بزاف ديال الاحداث مستقبلا بحال كان 2025 كوب دي موند 2030. وباش نساليو الفيديو باحسن طريقه غنشارك معكم شويه من بزاف ديال الكتب اللي غتخليكم تفهموا مزيان عالم المال والاستثمار. اول كتاب نبدا به هو الرجل الاغنى في بالي لجورج كلاسون. هذا الكتاب كيعطيكم مجموعه من القواعد الماليه البسيطه والعمليه من خلال قصص ومقالات تاريخيه. ثاني كتاب هو الكتاب الغني عن التعريف، الاب الغني والاب الفقير لروبرت كيوزاكي. هنا كيعطيكم كيوزاكي نصائح قيمه حول الاستثمار واداره المال من خلال التجارب الشخصيه ديالو. ثالث كتاب المستثمر الذكي لبنجامين غراهام. هذا الكتاب كيتعتبر من اهم الكتب في عالم الاستثمار اللي فيه كيعطيكم غراهام استراتيجيات واساليب تحليليه للاستثمار الذكي. رابع كتاب ثروه الامه لادم سميث. الكتاب كيبين لكم تاثير الاقتصاد والمال على تطور الحضارات والامم عبر التاريخ. وما تنساش راه اول استثمار خصك تبداه هو الاستثمار في المعرفه. قلب وبحث وقرا كتوبه باش نهار يطيحوا في يدك الفلوس غتعرف مزيان فين غتستعملهم. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. بغيتكم تقولوا لي في التعليق واش فايت قريتوا شي كتاب عنده علاقه بالمال والاستثمار، شنو سميت هذا الكتاب وشنو اللي عجبك فيه. بارطاجي مع صاحبك، قول لي تابونا وفعل الجرس راه مضيع عليه بزاف. سلام عليكم.